السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات، مرحبا بكم كامل غالياتي اللي دخلتوا لقناتي. نقول لكم اهلا وسهلا بكم، نورتوني. صلوا وسلموا كامل على رسول الله غالياتي. وصفتنا لنهار اليوم راهي تبان لكم باللي مقروط، بصح هي ما راهيش مقروط، راهي حلوة جافة رائعة. انا سميته قاطو الكذاب باسكو يكذب عليكم ومع الاخر يعطيكم واحد النتيجة بزاف رائعة. هذا ماهوش غرس، تبعوا الوصفة وان شاء الله رايحين تستنفعوا بالوصفة. بسم الله نبداو. اول حاجه عندي 2 ملاعق كبار تاع مارغرين. انا على بالكم دائما نستخدم مارغرين ديما على خاطر بزاف بنينه، عندها الكو رائع وناجحه في كامل الوصفات. ندي منها هكا 2 ملاعق كبار نعمرهم مليح. انا قلت لكم نخدم بها كامل وصفاتي، المالح الحلو. يعني دائما اللي تخلوا لي تعليقات تقولوا لي واش من مارغرين تخدمي بها الكاطو تاعك وتكون ناجحه ومضمونه، نقول لكم باللي مارغرين ديما. فوالا البنات، عمرت 2 ملاعق كبار حطيتهم هنا. حبيتو بالميزان ديروا 125 غرام. رايحه نحط عليهم كاس غربه تاع سكر عادي اللي هو سكر حبيبات. هاد الوصفه بزاف سهله البنات وبسيطه وتقطع كميه ما شاء الله. عندي 2 حبات تاع البيض يكونوا كاملين بدرجه حراره الغرفه. رايحه هنايا البنات شوفوا نحط لهم رشه تاع ملح، ملعقه ونص تاع لافاني. عندكم قشور القارص حبيتوا ديروا قشور القارص تقدروا. ونجيب هكا الخلاط الكهربائي ونبدا نخلط في المكونات مع بعضهم. هنا البنات كي تبداو تخلطوا ضروري تتحصلوا كيفاش نقول لكم على كريمه. فوالا لازم هذاك السكر يذوب وتتحصلوا على قوام كريمي. هكذا نخلط ونعاود. حبيتوا تخلطوا بالفوي ولا بيدكم تقدروا، المهم السكر يذوب. هكذا شوفوا خلطت مليح مليح. لازم نتاكد بلي حبيبات السكر كامل ذابولي. حبيتوا تديروا السكر الناعم تقدروا تعوضوه بالسكر الناعم، لكم الاختيار. درت لكم المكونات اللي ان شاء الله يكونوا كامل عندكم في الدار. فوالا هذا هو القوام اللي راني نحوس عليه. رايحه نزيد هنا نص كاس تاع زيت. عبرت هنا بالكاس اللي يرفد 220 مليلتر. دائما تسقسوني واش من الكاس اللي تعبري به، راني قلت لكم درت نص كاس. ورايحه كيف نزيد نخلط هذا الزيت مليح حتى تولي ما تبليش. وانا حبيبتي دائما نقول لك كنتي تشوفي في اي فيديو من فيديوهاتي مرحبا بك اذا كنتي اول مره دخلتي معايا، واللي مالفين معايا كامل نقول لكم شكرا غالياتي على تعليقاتكم الرائعه اللي كيما نتوما. ونقول لكم ما تنسوش باش تدعموا هذا الفيديو بجان اشتراك في القناه، وكي تكتبي لي تعليق نحب نقرا تعليقك. كوني يعني واثقه باللي اعشق قراءه تعليقاتكم غالياتي. هنايا خلاص خلط هذيك الزيت مليح. رايحه ندير كاس تاع مايزينا اللي هي نشا. فوالا هكذا خلطته تقريبا. هنا غير تولي المايزينا ما تبانش رايحه نطفي على هذا الخلاط. هاي تحسوا بلي تحصلنا يعني على قوام كريمي بزاف رائع. ونبدا نجمع بالفارينه. عندي الكاس الاولاني تاع الفارينه نحط له باكي تاع خميره الحلويات، حطوا باكي كامل. من بعد نزيد الكاس الثاني ونبدا نخلط في العجينه. اكيد العجينه ما رانيش رايحه نعجنها، نطمها فقط. من بعد شوفوا البنات هنا الخليط كيما راه هكا طري، هاكو تشوفوا فيه راه طري. رايحه نحي منه شويه تقريبا البنات، رايحه نحي منه 3 ملاعق كبار معمرين مليح. شوفونا هنايا كنت اصبروا بك تفهموني. هكذا نجيب صحن واحد اخر ونحي 3 ملاعق كبار من هذاك الخليط. شوفوا هنا ما بانت لكمش معليش، المهم انا كي كان هكاك الخليط طري فوالا هاوليك نحيت منه 3 ملاعق وحطيتهم بجيه 3 ملاعق كبار. وباقي الخليط اللي بقى لي هنايا نكمل نطمو بالفارينه حتى نتحصل على عجينه تكون طريه. قد ما تخلوها طريه تجيكم شابه. اكيد ما رانيش رايحه نعجن، رايحه نطم فقط. راني قريب نتحصل على القوام فوالا اللي راني نحوس عليه. هاوليك شوف عجينه طريه رائعه.
وهذاك الجزء اللي نحيته هاوليك هذوك 3 ملاعق كبار اللي نحيتهم من العجينه كي كانت هكاك طريه، رايحه نضيف لهم نص كاس تاع كاوكاو محمص ومرحي بالقشور، ملعقه ونص تاع كاكاو بني مر، ورايحه نكمل نجمعهم بالعجينه. هذو هما اللي رايحه نديرهم كحشو. نكمل انا هنا نزيد بالعقل الفارينه. ديروا حسابكم باش تخلوا العجينه طريه. الله الله الكاكاو يشرب، الكاوكاو نشا، ديروا حسابكم العجين نخليه طري يتلصق في اليد. شوفوا خلاص تحصلت على حشو على هذا اللي سميناه قاطو، تقدروا تقولوا قاطو الكذاب، قاطو الخداع. المهم هذا القاطو شوفوا العجينه منو فيه رايحه نديروا بها حشو. هامليك اللي تحصلت عليهم حشو وعجينه. رايحه نبدا نشكل فيها. ناخذ شويه تاع عجينه نحطها على طاوله العمل، نشكلها هكا بوده، نفتحها في الوسط ونجي باش ندير الحشو. فوالا نفتحو كيما نديروا المقروط عادي هكذا. ديروا هنا كميه مليحه تاع حشو. المهم نتوما سيو كيفاش تقسموا العجينه هذه تاع الحشو باش تكفيكم. كيفاش ديروا البنات باش تعرفوا باللي الحشو راح يكفيكم؟ اقسموا العجينه البيضاء اقسموها على 3، والحشو اقسموه على 3 باش كي تجون بعد تحشوهم كل وحده عندها الحشو تاعها. نغلق بهذه الطريقه ونفتح، نكسل هاد البوده شويه باش يولي لي يعني الحجم اللي راني نحوس عليه، ما نخليهش خشين بزاف. على بالكم اللي قاطو فيه باكي تاع خميره الحلويات او رايح يضاعف حجمه، ديروا حسابكم. هنا باللي بزاف كبير رايحه نقسموه على 2 ونعاود نشكله. ها فوالا ها. ورايحه نجي باش نقطعو. انا رايحه نقطعو مقروطات بهذاك الطابع تاع البقلاوه. دائما يمد لي الكاطو كامل كيف كيف على حبه واحده، نجي نرشم هكا برك، ندي غير العبر من بعد نقطع. وراني شاعله الفرن على 180 درجه. الكاطو ندخلو يطيب يتحمر من تحت، ونزيد نشعلو باش ياخذ لي لون ذهبي من الفوق. انا برك هنا الكاطو البنات كان فاتني شويه تحمر لي بزياده، بنتي ما حبش تسكت كانت غير تبكي، ملا رحت ليها كي عاودت لي تحمر بزاف. نتوما عطولو لون ذهبي. فوالا شوف انا تحمر لي بزاف من تحت نورمال، بصح من الفوق تقريبا هكا وماش يبان لكم مليح. بالنسبه للتزيين البنات عندي 200 غرام تاع شوكولا، ضفت لها ملعقه واحده تاع زيت، اذا كنتو في الشتا ديروا لها 2 ملاعق، ونجي باش نكلاصي هذا الكاطو. بالنسبه للكلاصاج راح نغطسو بهذه الطريقه، نحيلو الشوكولا الزايده ونحطو. اكيد الكاطو يكون بارد، نخليه يعني غير يشد روحه ولا هذيك الشوكولا تشد روحها، ندير له خطوط، ومن بعد زدت له شويه تاع كاوكاو مرحي من الفوق باش نكسر له فقط اللون، ونحطو لكم ان شاء الله في صحن التقديم. نكملو كامل نزينو ونرجع باش نوريه لكم. هذا هو البنات الكاطو تاعنا تاع نهار اليوم. كاطو خفيف رائع بزاف 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 بنين، عنده جو من اروع ما يكون. ما عندك الشوكولا تقدري ترمديه في نواه كوكو، ديريه في المعجون ترمديه في نواه كوكو، تقدري ديريه خليط بين حلوه الترك والمعجون وترمديه في الكاوكاو. انا هنا قسمت لك حبه باش تشوفي كيفاش يجي لداخل وتتشجعي على انك تنوضي تجربيه. شوفوا لي البنات بزاف بزاف كاطو بنين، هذاك الحشو رائع. هذه هي غاليتي وصفتنا لنهار اليوم. أتمنى من كل قلبي إنها تعجبكم، بارطاجيوها مع العائلة والأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي. أكيد أكيد نحبكم، يعني كي تحطوا لي تعليقات ولجام والاشتراك. إذا أول مرة دخلتي ما حبيتيش خذي راحتك عمري، الدار دارك، استنفعي بالوصفة وهذه أهم حاجة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غاليتي، في فيديو جاي إن شاء الله. مع السلامة.